انا بقول بقى نقطه، انما النقطه دي كانت سبب الى انه ناس كتير جدا غرقانه في حاله اكتئاب ومش عارفه تخرج منها. ليست بسبب امر ظاهر بالنسبه لهم، ولكن انا بقول لك لما اجي اشوف حد عنده اكتئاب دون ان يظهر سبب خالص، تقعد تدور مفيش، اقول له طب تعالى نشوف يومك حياتك ماشيه ازاي، فلاقي في حته فيها غلط، حته فيها ذنب لكن مستمر عليها، في اعتياد عليه. حد بيشرب حاجه، حد بيعمل حاجه، حد مش عارف ايه، في ذنب معين، فيقول لي في انا بعمل كذا كذا كذا، بس اوعى تربط لي ده بحاله الاكتئاب اللي انا فيها، لانه ده كده انت كده ما ينفعش. فاقول له طب ليه ما اربطش ده؟ ما هو ده سبب مسبب الى انك تكون مكتئب. لا ده ملوش علاقه ابدا. اقول له ليه؟ يقول لي ما انا في عندي ناس كتير صحابي بيعملوا نفس وحياه ومزاجهم عالي قوي ومبسوطين وربنا